تخيل انك ممكن تحرك اي شيء بعينيك، او تخيل انك ممكن تطير او تلمس النجوم بايديك. انا دوري بقى احول لك الخيال لواقع، بس يا ريت ما ننساش نصلي على النبي وندعي ربنا ينصر اهل غزة. 3 صحاب اندرو ومات وستيف وهم مروحين بالليل اكتشفوا بالصدفة حفرة غريبة في وسط الغابة، وكان عندهم فضول يعرفوا جواها ايه، وبقوا بيتحدوا بعض مين هينزل فيها الاول. لكن سبقهم ستيف ونزل بعد منه مات، واخرهم نزل اندرو اللي كان بيصورهم. ولما نزلوا الكهف سمعوا أصوات عالية رهيبة وأشكال وألوان غريبة، واستنتجوا إن الكهف ده اتصنع عن طريق كائنات فضائية واستحالة يكون من البشر. وتاني يوم الصبح اتفاجئوا إن حصل لهم حاجة غريبة، اكتشفوا إن عندهم القدرة في تحريك أي شيء، وأندرو كان أول مكتشف لقدرات. لكن الغريب إن أي حد منهم بعد استخدامه للقدرات دي بينزف دم من أنفه، وبقوا واخدين الموضوع بتهريج وبيلعبوا كمان مع بعض وبيعملوا في الناس مقالب. والتهريج وصل ان كل واحد فيهم بيتحدى صاحبه مين قدراته اقوى من التاني. وبداية المأساة لما شافوا عربية عمالة تضرب كلاكسات وعايزة تعديهم، واندرو استخدم قدراته وخلى العربية تنحرف عن طريقها وتقع في بحيرة ويموت السواق وما يعرفوش ينقذوه. ساعتها زعل مات وعمل اتفاق معاهم ما يستخدموش القوة دي مع الناس علشان ما يأذوش حد، وانهم هيستخدموها كلعب وترفيه بينهم وبين بعضهم. وفعلا وافقوا على القرار ده، وكل يوم بيكتشفوا في نفسهم قدرات جديدة، واتجمعوا في يوم وعلموا بعض الطيران في تحدي للجاذبية، وبقوا يلعبوا كمان كورة ما بين السحاب. تخيل كده لو حضرتك او حضرتك مكانهم، واكتب لي احساسك في التعليقات. واللي انت خفت منه حصل، وطيارة كانت هتخبط اندرو وكان هيموت، لكن لحقوا ستيف ونقذوا في اللحظة الاخيرة قبل ما يقع على الارض. وكان ابوه بيقول له انه ماسك كاميرا تمنها $500، وامه تعبانه وهو مش عارف يجيب لها حتى العلاج، ووصفه بانه اناني وفاشل ومش بيحب غير نفسه. رد عليه اندرو وقال له انه في مدرسه حكوميه، ووصف ابوه بالغبي، وده عصب والده جدا وقلب عليه الترابيزه وضربه. واندرو رد الضربه وقال له انه ممكن يموته. وموقف اندرو ما كانش سليم، لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا نطيع اهلنا حتى لو اذونا او شتمونا او قالوا مننا. ساعتها اندرو اتضايق جدا وطار في السما فوق بيته، وعرف ستيف مكان اندرو وطار وراه علشان يهديه. في وقتها الدنيا كانت بتمطر والرعد والبرق جامدين، فضرب البرق ستيف، وبرغم محاولات اندرو لحمايته لكن للاسف مات ستيف واتخانق مات مع اندرو. وكان زعلان منه جدا لانه خرق القواعد اللي هم اتفقوا ينفذوها، وانه كان سبب في موت ستيف. وحاول مات يضرب اندرو، لكن كان من الواضح ان اندرو اقوى منه. في اللحظة دي اندرو راح يجيب العلاج لوالدته، بس الفلوس اللي معاه ما قضتش. حاول يترجى الصيدلي انه بكرة هيجيب له بقية الفلوس، لكن الصيدلي مرضيش. خرج اندرو من عنده متضايق مش عارف يعمل ايه، لبس ملابس رجل مطافي علشان يخفي نفسه، وراح لناس في الشارع وابتدى يسرق منهم فلوس باستخدام قوته، وسرق فلوسهم وتحول لشيطان مش عارف الصح من الغلط. وبعدين راح على بنزينة وسرق كمان الفلوس اللي فيها، لكن وهو بيهرب عامل البنزينة حاول يضربه بالمسدس، لكن الطلقة جت في البنزين والبنزينة ولعت. ودخل اندرو المستشفى متأثر بجراح شديدة، وكان متجبس لكن حاسس بكل شيء حواليه. والده وهو بيطمن عليه كان بيكلمه بعنف وبيعبه. قام اندرو قتل والده وتحول فجأة لوحش. ساعتها مات. سمع الحادثة وراح لقى اندرو بيموت ابوه، انقذه في اللحظة الأخيرة، والصراع سخن بين الاتنين. مات حاول يقنع اندرو ان اللي بيعمله ده غلط ولازم يتوقف عن كده، لكن اندرو ما سمعهوش وطير اتوبيس في الهوا وصدم مات بيه. وفضلوا يضربوا في بعض والدنيا خربت بين الاتنين. ويا ريت لو وصلت هنا تكتب لي رأيك في التعليقات، وتحب الفيلم الجاي يكون ايه. في اللحظة دي اندرو كان مصاب والشرطة حواليهم وجاهزة تضرب نار، ومات أكد لهم انهم مستسلمين فمحدش يضرب نار. لكن اندرو استفزهم وضربوا نار عليه، لكن قدر يوقف كل الطلقات وطير كل عربيات الشرطة لما طلب منه انه يتوقف على اللي بيعمله، لكن اندرو ما سمعهوش وتمادى في افعاله اللي بتأذي الناس، واضطر مات يوقف اندرو عن اللي بيعمله برغم انه كان حزين. ووجه عليه سيخ حديد اخترقه ووقع على الارض ومات اندرو. واتمنى تقول لي في التعليقات رأيك في الفيلم. وفيلمنا خلص لكن افلامنا لسه ما خلصتش. كل اللي بتمناه انك تكون استمتعت معايا بفيلم يستحق المشاهدة، وان الاعجاب او الاشتراك تقدير منك على تعبي ومجهودي. بشكركم. كان معاكم هاني فؤاد، والسلام عليكم.